السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ انا اميرة صابر من قناتي اميرة في مطبخ. النهاردة معانا فيديو جديد بنتكلم فيه عن طريقة عمل الكيكة الباردة. حاجة بجد كده تحفة، وصفة نفسها بنفسها. ان شاء الله الفيديو يعجبكم، ونسمي بالله ونصلي على رسول ونبدأ مع بعض الفيديو. هنا معاكي حلة ومعاكي معلقتين الا ربع كاكاو، يعني معلقتين الا ربع كاكاو اسباني. هنضيف عليهم كوباية لبن و3 معالق سكر. هنقول 3 معالق سكر كتير، اللبن بتحلى بأقل سكر عندك. لا يا حبيبة قلبي، كاكاو الاسباني فيه مرارة شوية، فاحنا مش عايزين نبين المرارة دي. هنا على البارد هنقلبهم كويس قوي، وهنولع النار وهنقلبهم برضو ايدك فيهم علشان ما يعملش كتل منك او يكلكع منك، يعمل حبيبات صغيرة كده. ايدك فيهم هتقلبهم كويس قوي بالمضرب لحد ما يغلى الخليط بتاعك. هنا بقى خلاص هيغلى، هتحشيه من على النار على ما تحضري ربع كوباية لبن عليهم معلقة نشا، وهنحطه على النار تاني وننزل بربع كوباية اللبن على معلقة النشا عشان الخليط بتاعي يتماسك ويبقى مظبوط معانا. هنا خلاص يا حبيبة قلبي، نزلنا بالنشا وقلبناهم، بدأ الخليط بتاعي يتماسك زي ما انتوا شايفين قدامكم في الفيديو كده، يبقى انتي ماشية مظبوط. هنا من قريب اهو شايفين قوام الشوكولاتة، اكنه شوكولاتة اللي هي شوكولاتة المطبخ ومسيحاها على البخار. هنا معايا 100 جرام بسكوت سادة فري او بشكة، هما كان عندي متوفرين فانا جبت فري وبشكة، دوم بسكوت خفيف جدا. فايه هنا 100 جرام، شوفي العبوة مكتوب عليها قد ايه وكوني منهم 100 جرام. هنا الخليط بتاعي هو لسه سخن، هو قبل ما يتماسك هنزل بيه على البسكوت وهغلب بيه البسكوت كله، مش هسيب منه بسكوت ما تغلفش. طالما البسكوت بتاعك بقى كله متغلف بالشوكولاتة يبقى كده خلاص المقادير بتاعتنا مظبوطة 100%. وهنا انا كنت بقلبهم معاهم كويس قوي. وهتجيبي صينية، شوفي انت عايزة بقى تحطيه في صينية، تحطيه في قوالب صغيرة، في اطباق صغيرة، اطباق تقديم اللي انت حابة. هنا انا كان عندي صينية قلب دي من اللي هي بتتوسع بتاع الكيكات. انا قلت ان انا هعرف اشيل الجنب بتاعها بعد ما تربط معايا الكيكة بتاعتي، هعرف ايه اشيل الجنب وايه اقدمها عادي كده سليمة زي ما هي. هنا احنا فردنا الطبقة الاولانية كويس قوي، وبعد ما نفردها هندخلها الفريزر عشان تبرد. يعني ايه، هتحطيها الفريزر عما تعملي الطبقة التانية. اما تعملي الطبقة التانية هيكون هي بردت تماما، هتعرفي ايه، مش هتاخد منك ان شاء الله اكتر من نص ساعة وهتكوني عاملاها ومقاديرها كلها مظبوطة. واحب ياريت ان انتوا تجربوها. هنا معانا بقى الطبقة التانية، كوبايتين لبن عليهم معلقتين نشا عليهم 3 معالق سكر. دي الكوباية التانية، ودي معلقتين النشا عليهم 3 معالق من السكر. زي ما انتوا شايفين في الفيديو هتقلبهم كويس قوي على البارد برضو، وهنرفعهم على النار. هتقلبهم تماما لحد ما الخليط بتاعك يغلي معاكي من على النار، وقوامه يبقى رابط معانا شوية زي المهلبية كده. خلاص يا حبيبة قلب الخليط بتاعك بقى جاهز. هنا كنت انا رافعه على النار اهو زي ما انتوا شايفين، وبدأ يغلي معايا وبدأ يتماسك، هياخد القوام اللي احنا عايزينه. احنا عايزينه يبقى رابط علشان ما تبقاش الكيكه بتاعتي ايه سايبه، ويبقى كده اللي انت عملتيه كله في الفاضي.
هنا بقى يا حبيبة قلبي، لو ما كنتش اشتركت في القناة اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. هنا هو شايفين البتاع اهو جمد معايا وبرد ما بيتقلبش، والصينية اصلا كانت مبخرة من الفريزر. هنا نزلت بالطبقة التانية سخنة اهي، هتسويها كويس عشان الشكل بتاعك يبقى مظبوط، ما تبقاش حتة عالية وحتة واطية. هنا بقى ايه، هنسيب البخار ده عشان لو دخلتيها الفريزر كده الفريزر هيبوظ. هتسيبيها تبرد حبة وهتدخلها الفريزر بعدين. هنا بقى معاكي كوباية مية عادية من حنفية عادي، عليهم باكت جيلي من الفراولة، عليهم 3 معالق سكر. هتقلبيهم كويس قوي وهترفعيهم على النار. اول ما الخليط بتاعك يغلي معاكي خلاص هتشيليهم من على النار، وكوباية مية ساقعة مشبرة وهتنزلي بها على الخليط، وهتسيب الخليط بتاعك يبرد تماما لحد ما طالما برد خلاص كده بتاع الصينية بتاعتي ربطت اهي. لما يبرد هنا هننزل بكوباية المية ساقعة مشبرة من الفريزر، عشان احنا عارفين طبعا ان احنا في الشتا ما فيش مية في التلاجة، فاضطريت ان انا احط كوباية مية في الفريزر عشان تبرد معانا. هنا قلبتهم اهون، بس حسيت ان الخليط بتاعي لسه دافي فسيبته عما يبرد كمان شوية. هنا بقى هتنزلي واحدة واحدة بالجيلي علشان ما تبوظيش الطبقة التانية اللي احنا عاملين. دي الطبقة التالتة بتاعتنا. عندك بقى قطع فراولة، ان احنا في موسم الفراولة دلوقتي. عندك شرايح، حابة ان انت تقطعي شرايح فراولة بس انا ما كانش متوفر عندي. هنا بعد ما عدى عليها نص ساعة في الفريزر عشان انجز في الوقت واقدم لكم الحاجة وتبقى الحاجة كمان شكلها جميل، هنحوش القالب بتاعنا هون وهنقدمها على الطبق، وهتشوف الشكل بتاعها في الاخر. انا حابة ان انا اوريكم الطبقة اللي هي تحت. هي هنا هي موجودة 3 طبقات. هنا وبعد ما قلبتها ناقصة خرطة مش كده؟ بصراحة كان طعمها جميل جدا والشكل بتاعها مغري. واتمنى يكون الفيديو بتاعي عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.